السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل، منو حضرتك؟ انتي قاعدة ببيت تجاوز، وهسه نريد نبني مدرسة بمكانه، فلازم نفلشه على مود نبني المدرسة، وإلش مهلة أسبوعين. اخذي أغراضك وشوفي لك غير بيت. لا وليدي، الله يخليك، شنو هالحكي؟ وين اروح؟ وين انطي وجهي؟ شلون ندبر لي بيت بس بهاي الاسبوعين؟ ما أعرف بعد، اللي عندي قلته، وبعد أسبوعين أجي أفلش البيت. رجاء ما أريدكم موجودين ولا تسوولي مشاكل. يلا رايح، مع السلامة. ولك يقين؟ شلون بينا؟ وين نروح؟ انا من طلعت لي هاي السالفة مو جنت قاعدة مستقرة صار لي سنين. لا تبكين بيب حبيبتي، ما أعتقد يفلشونه، يجوز هيش بس يهددونه على مود نشيل. لا والله مبين صدق يحكي، واصلا هواي بيوت تجاوز فلشوهم بهاي الفترة لين طلع عليهم مشروع. بعد شلون بيبي شو نسوي واحنا ما نقدر نأجر، راتبنا مال رعاية وما يكفي إيجار. والله حايرة، ما أدري شو أسوي، شدد بوجهي. الله كريم بيبي، رب العالمين إذا سد باب يفتح ألف باب. يا رب يا رب فرج علينا. ماما أحس يقين مكتئبة، دائما ضايجة وعيونها مدمعة، وصايرة أبد ما تقرأ ولا تكتب واجباتها. ما سألتيها شبيك؟ سألتها ما تجاوبني، وصايرة كلش عصبية، وبس وحدة تحكي وياها تظل تصيح وتبكي. أكيد صاير وياها شي مخلي نفسيتها تعبانة لهاي الدرجة، بس انتي لا تعوفيها، ابقي دائما وياها حتى لو عصبت عليك، استحمليها ما يخالف، لأن هي صديقتك المقربة وواجبك توقفين وياها من تمر بظرف صعب. اي ماما اوكي، وان شاء الله باكر راح الح عليها، لازم اعرف ايش بيها، بلكي اقدر اساعدها. اي عافية، لأن الصديق وقت الضيق. ست، ما صححتي اوراق الامتحان؟ اي صححتهن، وانتي شطورة ماخذة 100. اي الحمد لله. بس صديقتك يقين ماخذة 0، ورقتها فارغة، كل شي ما مجاوبة. يا معقولة ماخذة 0؟ اي والله، واني اريد احكي وياها بالإدارة، صيحيها وتعالوا لغرفتي. اوكي ست. يقين، تعال معلمتنا ام العلوم تريدك بغرفتها. شو تريد مني؟ اكيد تريد تحكي لي لان مجاوبة بالامتحان، انا متأكدة. ما ادري، قالت صيحي اليقين وتعالوا للغرفة اريد احكي وياها. يلا يقين قومي بسرعة قبل لا يدق الجرس. يلا اوكي. يقين، صححت أوراقكم، ليش ماخذة 0 بالامتحان؟ أود أنتي أم الميات ولا مرة نزلت درجتك عن 100؟ شلون تاخذين 0؟ ست عندي ظروف وما قدرت أقرأ بيوم الامتحان. مو بس بالامتحان يقين، أنتي حتى باليوم ما دا تقرين، صارلك أسبوع على هاي الحالة، كل المعلمات ملاحظين عليك التغيير للأسوأ. إن شاء الله بس تعدي هاي الفترة أرجع وأصير شاطرة، هسه أبدا ماني واهس للدراسة. شنو الظرف اللي عندك؟ قولي يجوز نقدر نساعدك. ما حد يقدر يساعدني. عرفوني بحالي، الله يخليكم. والله البيا مكفيني، عافية لا تلعون علي، والله ما أقدر أقول إيش بيه. اهدي حبيبتي يقين، لا تبكين. أمري إذا ما تريد تحكين براحتك، بس إحنا من خوفنا عليك نريد نعرف وش بيك. اي والله يقين، ما تتخيلين شلون انا ضالة بقلق عليك، وبس افكر اقول ايش بيها يقين. عليك الله قولي ايش بيك، شنو اللي مخليك مقهورة لهاي الدرجة؟ اوكي راح اقولكم، احنا قاعدين ببيت تجاوز، وهسه يردون يبنون مدرسة بمكان بيتنا، وراح يفرشونه وانطونا مهلة بس اسبوعين، واحنا قاعدين بس انا وبيبي، وما عندنا مكان نروح بيه، وراتب بيبي مال رعاية ما يكفي نأجر، وظالين محتارين وين نروح. لا تأيسين حبيبتي، رحمة رب العالمين كبيرة، وأكيد راح يوقف وياكم. خلص اهدي وخليها على الله، شريد يصير خلي يصير، خو ما تموتين نفسك. ونعم بالله، يا رب فرج عليه. والله تعبت.
الشفر راح يفلش بيتنا. يوه عجب عيني، يا رب تساعدنا. بيبي يلا يلا تعال احكي وياه، راح يوضع البيت على راسنا. يلا يلا بسرعة. ولك اوقف اوقف، لا تفلش بيتنا. لا أفلشة ونص. ليش ما شايلين الهسة؟ أنا منطيتكم مدة بس أسبوعين، واليوم خلص الأسبوعين. يما عليك الله لا تفلشنا، وين نروح بهالحر؟ ما عندنا مكان نأجر، والله عايشين على الله وعلى راتب الرعاية أنا وبنت ابني. شو أسوي لكم بعد؟ أصلا زين من عندنا صابرين عليكم هاي الفترة ومبقيكم بمحافظتنا. انتو لفوة جايين من غير محافظة، يلا رجعوا لمحافظتكم، شو عندكم هنا؟ بس احنا صار لنا سنين هنا قاعدين، يعني هاي صارت محافظتنا، واحنا كنا عراقيين، ماكو فرق، بأي محافظة نقدر نعيش. حتى الأجانب من تروح تعيش ببلدهم 4 سنوات ينطوك جنسية ويعتبروك مواطن منهم، وإحنا صار لنا 18 سنة هنا وبعدكم معتبرينا مو منكم. يا العجوز، شو انت لسانش طويل؟ فوق ما متجوزة وصار لك سنين قاعدة ببلاش وما تدفعين لا كهرباء ولا مي. يلا فلشوهم. عوفنا لا تفلشنا. ولك ترى الله بالمرصاد ويقدر يخليك بنفس هذا الموقف، ويجي يوم ويفلشون بيتك قدام عينك ويخلونك انت وجارك بالشارع. هاي ما تصير بس بالأحلام. حجية أنا متعين وعندي راتب كلش قوي وعندي بيت طابو باسمي، مو مثلك قاعدة تجاوز. يلا فلشوهم، يلا بسرعة واخروا عن البيت. حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا ظالم.